بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ سنة تانية. النهاردة هناخد قصة عادات صحية في اللغة العربية. درس جميل خالص ومفيد جدا لينا. وما ننساش ان الباركود هنا بيقول لنا لو حابين نسمع للقصة على الموبايل او على اليوتيوب. تعالوا نشوف القصة بتتكلم عن ايه. حاجات جميلة خالص، عادات صحية. في غرفته الصغيرة استيقظ فادي الساعة 6 صباحا وهو يشعر بتعب وإجهاد. كان تعبان ومجهد. تعال نشوف ليه. لماذا أشعر بألم في جسمي؟ بيسأل باباه. أنت من فعلت هذا بنفسك يا فادي؟ تعالوا نشوف يا ترى فادي عمل ايه علشان يحس بألم في جسمه وزعلان، وباباه بيقول له ايه اللي حصل. ها، ماذا أفعل لأكون بصحة جيدة؟ قال له باباه أن تتناول طعاما صحيا فيه نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات، وأن تمارس الرياضة بانتظام. البروتين زي البيض واللحوم. تمام. طيب تعالوا نشوف. أحتاج لأن أنوع في طعامي وأمارس الرياضة. يبقى عرف كده إنه علشان يبقى بصحة جيدة لازم ينوع، ياكل شوية مكرونة، شوية فاكهة، شوية عيش، شوية لحوم، وهكذا. تمام. طيب تعالوا نشوف الكلمة ومعناها والمفردات العكس وهكذا، أو المضادات. استيقظ معناها صحى من النوم. يشعر يعني حاسس أو يحس. إجهاد يعني تعب، ألم، وجع. تتناول تأكل. صحي يعني طعام مفيد. كلمة ومضادها أو الكلمة وعكسها. الصغيرة الكبيرة. استيقظ نام صباحا مساء. إجهاد راحة. انتظام انقطاع. واحد منتظم في حاجة كل شوية بيعملها يبقى هو بينقطع ان هو يعملها. انوع اوحد يعني انا بنوع في الاكل كل مرة فاكهة، خضار، لحمة، بيض، بروتينات مثلا، او نشويات. واوحد الطعام يعني اخليه كله فاكهة بس نوع واحد، او خضار بس، او لحوم بس، وده بيبقى غلط. امارس يعني اتوقف، عكسها. يعني انا بمارس الرياضة يبقى زي برضو انقطاع كده، اتوقف عن ممارسة الرياضة. مفرد وجمع. غرفة غرف، الساعة الساعات، طعام أطعمة، جسم أجسام، الرياضة الرياضات. الجمع ومفرده. عادات عادة واحدة بس. بروتينات بروتين واحد بس. تعالوا نشوف هنا الحدوتة كانت بتتكلم عن مين وكان بيحصل ايه. بيقول لي هنا تحدث عن عادة صحية تقوم بها. انت بتعمل ايه في حياتك اول ما تصحى من النوم؟ عادة صحية مثلا زي غسيل الاسنان. اغسل مثلا اسناني. عادة صحية مثلا كل يوم بشرب كوباية لبن، شرب كوبا من اللبن. عادة صحية تانية مثلا ممكن حاجة، عادة دي يعني بنعملها كل يوم ما بننقطعش عنها. مثلا أغير ملابسي كل يوم علشان ألبس ملابس كل يوم نظيفة. طيب بيقولك هنا اكتب أسماء بعض الأطعمة الصحية. زي ايه طعام صحي؟ لحوم، دجاج، بيض، أسماك. ايه كمان صحي يا سنة تانية؟ خبز. ايه تاني؟ فواكه. وفي كمان ايه؟ ايه ممكن يبقى حاجة صحية؟ نفكر كده مع بعض. قلنا نشويات، وقلنا هو عايز بعض أسماء الأطعمة. مثلا ممكن نكتب ملوخية. ليه؟ لأن هي من الخضروات.
تمام. واكتبوا أي طعام صحي شايفينه بتحبوه. لاحظ الكلمات الملونة ثم صل كل جملة بالصورة المناسبة. تعالوا بقى نشوف. هو صاحي بدري الساعة 6 هنا يعني ايه؟ استيقظ مبكرا. طيب اللبن والعيش والموز دي اسمها ايه؟ اسمها الطعام الصحي يقوي الجسم. المكرونة والدوناتس، أحب من النشويات المكرونة والكعك. طيب ودي برضو حاجات مهمة لجسمنا، ولكن ما نكترش من السكريات والحلويات. السمك واللحمة واللحوم من البروتينات. تعالوا بقى نشوف هنا الكلمات بقى ومعانيها. بيقول لي حط كلمة ايه؟ ضع كل معنى في مكانه المناسب. يعني المفيد ويصحو هنحطهم في حتة صح. يستيقظ الفلاح من النوم مبكرا، دي حاجة. يستيقظ بمعنى مفيد ولا بمعنى يصحو؟ برافو، يصحو يعني واحد بيصحى من النوم. الصحي لبن صحي يعني اللبن مفيد. طيب الطعام الصحي فيه نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات، أكيد صح. عند تناول طعام غير صحي نشعر بصحة جيدة، أكيد غلط. لما بناكل أكل مش صح بيبقى صحتنا تعبانة زي الولد اللي كان معانا في الحدوتة. طيب عاداتنا تؤثر على صحتنا وحياتنا، أكيد بنمرض كتير لو بناكل حاجات مش مفيدة. أجسامنا تحتاج إلى ممارسة الرياضة علشان نتحرك وجسمنا يبقى مرن والدم يجري في عروقنا ويتجدد ويبقى في عندنا نشاط وصحة. تنوع الطعام يجعلنا نشعر بتعب وإجهاد، أكيد غلط. لما بنتنوع في الطعام جسمنا بياخد الفيتامينات اللي مش عارف ياخدها من الخضار، بياخدها من الفاكهة، بياخدها من البروتينات، بياخدها من البيض، اللبن، اللحمة، السمك. اللي ما بيحبش السمك بيحب اللحمة، اللي ما بيحبش اللحمة بيحب الفراخ، وهكذا. يبقى جسمنا لما بننوع الطعام وناكل أطعمة مختلفة، حتى لو فواكه نفسها نفس القسم، زي مثلا الفواكه أنا بحب البطيخ أو ما بحبش العنب أو ما بحبش حاجة معينة لكن بحب الفاكهة التانية، في فاكهة تعوض عن فاكهة. وده من ميزة التنوع. لما بتنوع في الطعام جسمي بيتغذى صح وبياخد اللي هو محتاجه. بيقول لي ضع كل كلمة في جملتها المناسبة. مبكرا يبقى استيقظ. تمام. حافظ على صحتك بتناول الطعام الصحي. اللبن واللحم من البروتينات، والأرز والخبز من النشويات. يبقى فهمنا ايه الفرق بين النشويات والبروتينات. الألبان واللحوم والفراخ والسمك من البروتينات. الرز والخبز والدوناتس والمخبوزات والمكرونة من النشويات. بيقول لي اقرا قصة تاني وتعالى بقى نفهم. بيقول لي عندما استيقظ فادي كان يشعر بألم فين؟ في جسمه كله. في جسمه كله كان بيؤلمه. جسمه. على فادي أن يتناول طعاما صحيا ويمارس الرياضة. تمام. يحتاج جسم فادي إلى ليشعر بصحة جيدة الطعام الصحي. تمام. تمام يا سنة تانية. الأكل المتوازن هو إيه وإيه وإيه؟ الخضروات والفاكهة، وإيه كمان؟ والنشويات، وإيه كمان؟ البروتينات.
أنا أحب آكل إيه من الفاكهة. كل واحد يكتب الفاكهة المحببة عنده، مثلا بطيخ أو عنب أو مانجو، أو فاكهة زي دلوقتي موجودة في الشتاء برتقال، وهكذا. طيب تعالوا نحل دي في السريع. كلمة معناها مفيد، يعني حاجة مفيدة، يبقى ايه؟ ها، تعالوا نشوف. يعني صحيا، تمام. كلمة مضادها انقطاع، ها، عكسها يعني حاجة بتنقطع، حاجة بانتظام. برافو، بانتظام. ركزوا معايا وحلوا. واحنا بنقول كلمة مفردها بروتين، بروتينات. كلمة جمعها الرياضات، اهي بروتينات جمع الرياضة، رياضة واحدة، الرياضة. فكان من الأطعمة الصحية الرياضة بانتظام تؤذي الجسم، غلط. ورد بالفقرة سؤال أجب عنه، بيقول لي ماذا أفعل لأكون بصحة جيدة؟ هو ده السؤال. طيب السؤال يعني آخره علامة استفهام. طيب يبقى الإجابة عنه إيه؟ بيقول لي ورد سؤال أجب عنه، يعني هو عايز الإجابة. يعني الإجابة أن نتناول طعام صحي فيه نشويات وخضروات وبروتينات، وأن نمارس الرياضة بانتظام. هنكتب كل الجملة دي، تمام. طيب لام شمسية، صغرها بقى شوية علشان نحل سوا. لام شمسية، الشمسية ألف ولام وبعديها شدة. ولو مش مكتوبة هنقراها. الرياضة قريناها، يبقى دي لام قمرية لو طالبها. مش طالبها. طيب الرياضة، الرياضة يبقى شمسية، الرياضة. تمام. قلنا ايه كمان؟ أداة استفهام، ماذا، ماذا. وهديكوا أدوات الاستفهام كلها في درس مستقل بذاته علشان نعرف كل حاجة بنستخدمها امتى. كلمة فيها مد ياء، مد ياء، ياء وقبليها كسرة. نشويات، نشويات. وفي كمان صحيا، صحيا مد ياء صحيا. وفي نشويات الياء دي، تمام. وفي كمان بروتينات، مد ياء. كلمة فيها حرف مشدد، فيها شدة، زي ايه؟ بصحة جيدة، جيدة أن تتناول طعاما صحيا، دي فيها حرف مشدد برضو صحيا، وفيها الشدة والفتح. كلمة بتنتهي بتاء مربوطة، الرياضة، ادي التاء المربوطة. كلمة الرياضة، التاء المربوطة الأخيرة. فعل مضارع، حاجة لسه بتحصل معانا، تتناول، تتناول، دي الرياضة. كلمة فيها تنوين فتحة، تنوين فتحة. فين؟ صحيا برضو، صحيا لقيناها كتير النهاردة. كلمة فيها تنوين بالكسرة، انتظام، بانتظام، بانتظام. انا عايزاكم لما تيجوا نحل قطعة زي دي نركز فيها كويس جدا. ممكن نقراها قراية سريعة بنظرنا، وبعد كده نطلع الاستخراجات. ولو حاسين ان احنا متلخبطين في مثلا حاجة زي الفعل المضارع او الماضي، نقراها بصوت عالي علشان نشوف هي حصلت او ما حصلتش. لو حصلت تبقى ماضي، لو ما حصلتش او لسه بتحصل تبقى مضارع. ونقراها مرة بعينينا، مرة بلساننا، ومرة كده بالنظر قراية سريعة علشان نعرف نجاوب بسرعة. طيب حل الكلمات عادات.
المد مع اللي قبله، ودات مد برضو مع اللي قبله كده. مي المد مع اللي قبله. نشويات شاويات. لا الواو مش معاهم عشان دي مش مد، يبقى الشين عادي خالص، يبقى نون شين ويات. الياء ساكنة والياء المتحركة اللي فيها فتحة، والمد مع اللي قبله والتاء. اجهاد هاد. ها أري. دي الساكنة ودي اللي تحتيها كسرة، الياء مد مع اللي قبله والضاد والتاء المربوطة. طيب ضع كل كلمة في جملة صحي. أتناول. وعايزين الطفل اللي يكتب الجمل دي علشان يبقى منها إملا ومنها تحسين حاصلته اللغوية في اللغة العربية، وهتبقى سهلة خالص، كلمات بنكررها كل شوية. أتناول طعام صحي. تمام، زي ما بنكتب كده كلمات في الانجليش نكتب كلمات في العربي، ونحاول نبدع ونغير في الصيغ ونغير في طريقة الكلام علشان نعرف نكتب كويس. الرياضة مفيدة للجسم. تمام، منها إملاء ومنها بنبدع في الحصيلة اللغوية للطفل. بروتينات. البروتينات مفيدة للصحة، وهكذا. أعد قراءة القصة وتعالوا نشوف أسلوب الاستفهام. يعني إيه أسلوب استفهام؟ يعني في أداة استفهام وفي جملة استفهام وفي علامة استفهام. يعني إيه برضو؟ يعني أدوات الاستفهام، وبعدين في العلامة بتاعت الاستفهام، وفي الجملة اللي بنسأل عن الشيء اللي احنا عايزينه. هل مثلا بتسأل عن مضمون الجملة؟ هل تحب الرياضة؟ هل تمارس كرة القدم؟ وهكذا. هل الإجابة يعني الإجابة عنها بتبقى يا نعم يا لا. من بتسأل عن أشخاص. لماذا بتسأل عن السبب. ما وماذا بيسألوا عن غير العاقل، ما ينفعش نقول يبقى لازم نقول ما مثلا ماذا يلعب الولد. ممكن نقول ماذا يلعب الولد يلعب بالكرة. ما جاء بك إلى هنا، وهكذا. بيسألوا عن أو ما أتى بالقطة إلى هنا لأنه الغير العاقل. تمام. كم بتسأل عن العدد. كيف بتسأل عن الحال. حالتك إيه، كيف حالك. كيف ذهبت إلى المدرسة. حالتك إيه، وصلت إزاي، وهكذا. متى بتسأل عن الزمن، وأين عن المكان. تعالوا نشوف هنا. عايز من القصة أسلوب استفهام وأداة استفهام وجملة استفهام. طيب تعالوا نشوف القصة الأول كانت بتقول إيه. القصة كانت بتقول إن الولد تعبان وبيقول لبابا يا بابا أنا تعبان، فقال له إيه، لماذا أشعر بألم في جسمي. يبقى أسلوب الاستفهام هنحطه عبارة عن إيه. أسلوب الاستفهام، الأسلوب الاستفهام اللي هو كل الجملة دي اسمها أسلوب استفهام.
أسلوب الاستفهام يعني السؤال كله على بعضه، وعليه كمان أداة الاستفهام اللي جت في القصة. لماذا أشعر بألم في جسمي؟ ده كان فيها أسلوب استفهام. في أداة الاستفهام لماذا، في جملة استفهام أشعر بألم في جسمي، دي الجملة اللي أنا بسأل عنها. اللي بعد على طول أداة الاستفهام في جسمي. طيب علامة الاستفهام اللي هي العلامة بتاعة الاستفهام العادية. طيب يبقى أسلوب الاستفهام بنستخدمه عندما نريد أن نسأل عن شيء ما. لما بنحب نسأل عن حاجة أو نستفسر عن حاجة، أدوات الاستفهام في أدوات للزمان، في أدوات للعدد زي كم، في أدوات الزمان زي متى، أدوات للمكان زي أين. لما نسأل عن أين ذهب الولد، ذهب إلى النادي، يبقى أين سألتني عن مكان. السؤال عن الزمان، متى تستيقظ من النوم؟ متى؟ يبقى الزمان أستيقظ الساعة 6 أو الساعة 6 صباحا، يبقى أنا بصحى الساعة 6. تمام، يبقى ده زمان. طيب كم عدد البرتقال في السلة؟ يبقى كم سألت عن عدد، هنقول مثلا البرتقال في السلة 5 برتقالات مثلا، وهكذا. وهنشرح كل ده بالتفصيل الممل. تعالوا نشوف كل جملة بأداة الاستفهام المناسبة. يعد لك الطعام آمل قال لك الجواب أمي، يبقى من للعاقل، لكن ما لغير العاقل. ماشي، يعني لو قال لك مثلا هنا من يلعب معك، هتقول له القطة، يبقى كان هنقول لك مش من، كنا هنقول لك ما الحيوان الذي يلعب معك. طيب شعر فادي بألم في جسمه لأنه لا يأكل طعاما صحيا. لماذا؟ عشان قال لأنه لا يأكل، لأنه دايما الإجابة بالسؤال بلماذا بيجي الإجابة لأنه، بيبقى بيستفسر عن حاجة ونقول علشان حصل كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. طيب تحب من النشويات الخبز والأرز. ماذا تحب من النشويات؟ يبقى عرفنا الفرق بين ماذا ولماذا. لماذا يبقى لأنه، الإجابة بتبقى لأنه، وماذا بتسأل عن الشيء زي ما وماذا. طيب ضع علامة استفهام كم ومتى وأين. كم قلنا لمين؟ للعدد، كم وجبة تتناولها. متى عن الوقت. وتوجد النشويات، يبقى أين بتسأل عن المكان. تمام. أكمل. توجد البروتينات في اللحم واللبن. هو عايز يبقى أين توجد البروتينات في اللحم والجسم. يحتاج الجسم إلى النشويات والبروتينات والفاكهة. يبقى ماذا يحتاج الجسم لينمو بصحة جيدة؟ ليه هو محتاج ايه؟ وعلامة الاستفهام يبقى يحتاج الى النشويات والبروتينات. هو عايز هنا نحط سؤال. تحافظ على صحتك بممارسة الرياضة. كيف بممارسة الرياضة؟ تحب من الفاكهة. أحب الموز. ماذا تحب من الفاكهة؟ يوما في الأسبوع 7 أيام. كم يوما في الأسبوع؟ تناول طعام صحي. نعم. يبقى هل تتناول طعام صحي؟ هل تتناول طعام صحي؟ طيب تعالوا بقى نشوف الأدوات الاستفهام ونوصلها بكل واحدة. احنا قلنا المكان يبقى أين. السبب لماذا. العدد كم.
العاقل ما، من. الغير العاقل ما وماذا. الحال كيف حالك. الزمن متى. بس كده خلصوا. اكتب 4 أسئلة ثم اسألها لأحد من أصدقائك. هنكتب هنا الأسئلة، مثلا متى تستيقظ من النوم. تستيقظ، وبكررها في كل درس علشان بتتلخبطوا فيها. من النوم. وعلامة الاستفهام: أين تذهب يوم الجمعة؟ مثلا أذهب إلى جدتي. من من يذهب معك إلى النادي؟ مين اللي بيروح معاك للنادي؟ مثلا ماما. طيب ها، عايزين ايه كمان؟ عايزين سؤال كيف حالك مثلا. كيف حالك؟ في أحسن حال والحمد لله، وهكذا. صحتك أهم ما تملك فحافظ عليها. هنكتبها بخط جميل. والإملا كلمات من درس إديسون، وكلمات من درس أنا أستطيع، وهنوع الكلمات الغريبة اللي كانت موجودة، ومثلا كلمات من كفاية من إديسون، ومن إيه أنا أستطيع. مش عايزة أتقل عليكم، ومش ما بحبش الفيديو يبقى كبير، بس غصب عني علشان أحاول أخليكم تقدروا تحلوا أكبر كمية من اللغويات مظبوطة. وعايزاكم تحلوا المرة الجاية الأسئلة اللي هي في صفحة 80. ولو في حاجة واقفة معاكم، يعني مثلا زي السن يبقى أسنان مفرد، المفيدة ايه هنا مثلا الصحية. تمام. مضادها القليل الكثير. انا عارفة ان دي اكتر حاجة بتقف معاكم، فهحاول اقولها في السريع كده. كلمة جماعة الرياضات يبقى الرياضة، وهنجيبها من هنا ونعلم عليها. الرياضة. تمام. وأسنان، الأسنان. تمام. طيب، صوب الخطأ فيما يلي. يعني هنشوف الجملة فيها ايه غلط. يجب على الأبناء عدم نقل ما يتعلمونه من عادات صحية لمن حولهم. لأ، هنقول يجب على الأبناء نقل. هنشيل كلمة عدم وهنقلها زي ما هي. شرب الماء من شرب الماء من العادات المضرة. لأ، هنكتب من العادات الصحية ونكتب الجملة تاني زي ما هي. اذكر بعض العادات الصحية غير الواردة في الفقرة. هنكتب ايه؟ هنقرا الفقرة كويس جدا ونكتب عادات صحية زي مثلا غسيل الأسنان، مش مكتوبة هنا في الفقرة. زي النوم مبكرا، مش موجودة في الفقرة. زي مثلا هنا ممارسة الرياضة موجودة، وتنظيف الأسنان موجود. طيب تعالوا نشوف ايه اللي ممكن نعمله وتبقى عادة صحية زي ما قلنا من شوية. تغيير الملابس باستمرار. الاستحمام من العادات الصحية المهمة جدا، الاستحمام، وهكذا. تمام. فعل مضارع يعني حاجة لسه بتحصل. تنظيف ده مضارع. طيب حاجة كلمة بها تنوين بالكسرة. تنوين بالكسرة يا سنة تانية دوروا معايا. بكميات، كسرة، تنوين. تمام. تنوين. اسم إشارة يعني هذا أو هذه. وتعالوا نشوف أيوة من هذه العادات. كلمة فيها مد ياء تكوين. لأ. أيوة تكوي الواو عليها كسرة. تكوين. ممكن كمان الآخرين، دي مد ياء. تمام. طيب
كلمة فيها حرف مشدد وتاء مربوطة. التاء المربوطة الرياضة أو ممارسة. طيب كلمة فيها حرف مشدد يعني عليها شدة زي فين كلمة فيها حرف مشدد؟ أي شدة نلاقيها هنعلم عليها. اللي لقى الشدة الأول يقول لي يلا. فين؟ احنا ممكن نقرأ الكلمات زي الصحية، دي الصاد عليها شدة المفروض لأن هي لام شمسية الصحية، ولو هو مش كاتبها يبقى نجيب هنا لام شمسية علشان اللام الشمسية ايه فيها شدة، يبقى الصحية. ودي تركية برضو ممكن نلاقيها لما ما نلاقيش تشكيل. كلمة تنتهي بتاء مربوطة قلناها مد واو ولام قمرية. تعالوا نشوف مد الواو زي عقولهم قاف عليها ضمة يبقى دي مد واو. طيب وعايز ايه كمان؟ عايز لام قمرية. طيب الصحية دي شمسية، العادات قمرية، تمام، لكن الصحية لام شمسية. تمام يا سنة تانية اهي. بصوا انا بحل في السريع وانتوا حلوا على مهلكم، علشان لو حاجة وقفت معاكم انا مش عايزة يبقى في سؤال واقف معاكم. اكمل بما هو مناسب، يعني هنحط أداة استفهام أعيش في محافظة الدقهلية، يبقى أين؟ سألني عن مكان. هل تحب السفر؟ نعم أحب السفر. يعد لك الطعام من يعد لك الطعام؟ أمي. كيف تذهب إلى المدرسة؟ بالأتوبيس. تمام. تلميذا في الفصل 20 تلميذا، قال لي عدد يبقى كم تلميذا في الفصل. تستيقظ الساعة 7 يبقى ده بيسأل عن زمان يبقى متى تستيقظ. تمام. طيب المرة الجاية إن شاء الله ناخد درس جميل خالص عن طريقة صناعة الرز، وتابعوا معايا واعملوا سبسكرايب علشان يوصلكوا كل الفيديوهات، وما تنسوش اعملوا لايك لو الفيديو فهمتوا فيه أي حاجة بسيطة، ولو في أي تعليقات حطوا التعليق بتاعكم علشان نطور من القناة. وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشتراك للقناة علشان يوصلكوا كل فيديوهات الماث والديسكفر والكونكت بلس من أول KG1 لغاية تالتة ابتدائي. بالتوفيق للجميع، مع السلامة. سنة تانية.